هنتكلم النهاردة عن الباك الشمال محمد شكري. الكلام زاد عليه الفترة الأخيرة وخلاص النهاردة صفحة سيراميكا نزلت بوست بتودعه فيه. نقدر نقول كده محمد شكري رجع بيته تاني. شكري بدأ في قطاع الناشئين وصعده فايلر للفريق الأول، بس طبعا فرصته ما كانتش موجودة بسبب وجود علي معلول عشان يطلع بعدها إعارة لسموحة ويبدأ ياخد دقايق معاهم ويبتدي ينضج وياخد خبرة. ومن سموحة لسيراميكا، ومع سيراميكا لمع شكري بشكل كبير جدا ولفت الأنظار. تحركاته كويسة، الأوفر بتاعه مظبوط ورجله حلوة على الجول. ومع رحيل معلول مفيش باك شمال تقدر تعتمد عليه ولا تقدر تقول عليه ده باك شمال النادي الأهلي غير محمد شكري، خصوصا إنه عنده 26 سنة، يعني لسه في البرايم بتاعه. بس يا ترى بقى شكري هيقدر يثبت نفسه، خصوصا إنه جاي يلعب في مكان كان بيلعب فيه علي معلول، يعني مسؤولية كبيرة قوي. وأنا بصراحة أتمنى من الجمهور ما يقارنهوش بعلي معلول، لأن معلول مش هيتكرر تاني. وكده نكون خلصنا حدوتة شكري، بس استناني عشان في حدوتة تانية وراها على طول برضو على رادار النادي الأهلي، وقريب هنشوفها في التتش. وفي كابو التالتة دايما هتلاقينا بنتكلم كورة بس بطريقتنا. سلام.